اهلا وسهلا بحضراتكم. بصراحة الفيديو ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، وانا بقلب على النت كده كان حد بعتهولي بيقول لي على الموضوع بتاع التناول، وان جسد المسيح مش هو ده اللي احنا بنتناوله. فبيقول لي بص، الدكتور الفاضل كان بيقول ايه، بغض النظر عن كلام الدكتور في مواضيع كتير طبية ونفسية، بيبقى كلام كويس جدا تقدر تستفيد منه. لكن اعتقد الفيديو اللي هتشوفوه ده دلوقتي واللي هتلاقي بعديه على طول الرد بتاع المتنيح الانبا بشوي، بصراحة هتلاقي حاجة غريبة جدا. يعني انا مش متخيل ان حد مسيحي مهما كانت يعني مهما كانت الطائفة بتاعته تخرج من بقه الجملة اللي هو هيقولها. عشان كده بس احنا ممكن نبص على الفيديو وبعد كده هنشوف الرد بتاع الانبا بشوي المتنيح. هنا بيقول أنا هو خبز الحياة. يبدأ بالخبز أهم حاجة في عدد 56. يقول في عدد 57: كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. بعدين قال كثير، عدد 60: هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا. ده مش بس رفضوا، ذمروا. فقال لهم: أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم، ركز معايا في الكلام ده من فضلك، ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا. أنا بقدم دعوة لآلاف السنين، بس ابن الإنسان مش موجود على الأرض علشان يتاكل. ابن الإنسان سوف يصعد إلى حيث كان أولا. طب إيه معنى الكلام ده؟ معناه أنه مش هيكون متاح علشان يتاكل. يبقى ما يقصدش إطلاقا أن احنا هناكله أكل حرفي. ركز في الكلام اللي بيقوله. الروح، هللويا، الروح بالألف واللام هو الذي يحيي. الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيء. يعني لو جبت لك جسم يسوع ووكلته لك هتفضل ميت، هتتحول من شخص آكل لحوم إلى آكل لحوم بشر بس. يعني لو جبت لك جسم يسوع ووكلته لك هتفضل ميت، هتتحول من شخص آكل لحوم إلى آكل لحوم بشر بس. حضرتك سمعت الجملة بتاع ان جسد المسيح، حتى لو جبت لك جسد المسيح نفسه ملوش لازمة. انهي جسد المسيح اللي ملوش لازمة؟ يعني هل جسد المسيح، هل انت مش مدرك ان هو اتحد باللاهوت من اللحظة الاولى؟ فهل الجسد المتحد باللاهوت ده ملوش لازمة؟ هل الجسد المتحد باللاهوت ده اللي هيجي يشيل خطايانا ملوش لازمة؟ هل الجسد ده اللي هيقوم ويخش ويفتح يعني بعد كده بجسده يقوم بجسد القيامة برضه كل ده ملوش لازمة؟ تقصد ايه ان الجسد ملوش لازمة؟ يعني انا بس دمجا كده مختصرا استغربت الجملة جسد المسيح ملوش لازمة ازاي؟ طب ما هو متحد باللاهوت، يعني معنى كده الجسد ملوش اي اهمية؟ يعني ممكن كنت اجيب حد تاني غيره. الجملة ذات نفسها هو فاهمها غلط. يعني انا هسيبك دلوقتي مع التوضيح بقى بتاع سيدنا المتنايح المطران انبا بشوي. هتعرف ان هو بيترجم الآية بمزاجه عشان تخدم ويخضعها للمفهوم بتاعه الخاطئ، وبالتالي هو وقع في مشكلة كبيرة لما قال ان الجسد ملوش اي لازمة حتى لو جبت لك جسد المسيح، وان انا مش عارف ايه. انا مش هرد على حتة التناول قد ما هرد على الجملة الصعبة ان جسد المسيح حتى لو جبته لك ملوش اي لازمة. سيب توضيح انبا بشوي لانه ممتاز جدا 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 جدا. وبعدين قال لهم ايه؟ قال لهم الروح هو الذي يحيي واما الجسد فلا يفيد شيئا. طيب انا هنا بقى الجماعة اللي بيقول ان دي هي الدليل بتاعهم على ان الافخارستية رمز، التناول من جسد الرب ودمه ده رمز. انا عايز اقف عند الحتة دي، انه بيستعينوا بالآية دي الروح هو الذي يحيي اما الجسد فلا يفيد شيئا. طب الكلام على انهي جسد؟ لازم نحدد اولا. على جسد يسوع هم بيقصدوا كده، طبعا لما يتكلموا من الناحيه الرمزيه يقولوا انه كده بالمقصود جسد جسد يسوع. المسيح. طب الجسد لا يفيد شيئا، يعني جسد يسوع ما منوش فايدة؟ ده هو اللي بيتم فداء العالم كله. طب انا اقف عند النقطة دي واقول اللي يقول كده يبقى كأنه بيلغي الفداء.
بعيدا بقى عن مشكلة الإفخارستية والتناول وده كله، لا ده احنا كده هنخش في ان اللي اتصلب على الصليب ما منوش فايدة بقى، والتجسد الإلهي أيضا أصلا ملوش فايدة، الكلمة صار جسدا، ده ما كانلوش لازمة بقى إذا كان الجسد لا يفيد شيئا. طب امال ايه المقصود هنا؟ الجسد ايه؟ ما عايزين نحدد ايه هو الجسد الذي لا يفيد. الجسد لا يفيد شيئا اللي هو تفكيرهم الجسداني. جسداني. ها؟ عشان كده أكدها وقال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. فيبقى إذن استقبالهم هم للكلام هو اللي فيه الروح، هو الذي يحيي، أما الجسد أي جسدهم هم لا يفيد شيئا. وفي نفس الوقت قال لهم أما جسدي أنا اللي انتوا زعلانين قوي انه ممكن تعضوه تنهشوه، فده صاعد للسماء، لكن الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. إذن جسدي هديهولكم في صورة خبز، الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. طب إزاي جسده طلع للسماء وجسده موجود في الإفخارستية تحت أعراض الخبز؟ ما هو ده السر العظيم الذي للتقوى، فيما هو رسم أن يسلم نفسه عن حياة العالم. بنقول رسم لنا في الليلة التي أسلم فيها ذاته بسلطانه هذا السر العظيم الذي للتقوى، زي ما قال بولس برضه بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. فهو ربط العبارتين ببعض، قال الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يبقى إذن المقصود بالجسد والروح هنا الاستقبال بتاعهم هم، مش جسده هو. وأنا ما افتكرش إن في أي مسيحي يتجاسر إن يقول إن العبارة دي مقصود بها جسد السيد المسيح إنه لا يفيد شيئا. فإذا أقر إنه ما يقدرش يقول إن جسد المسيح لا يفيد شيئا، جسده اللي اتصلب، ها؟ طب يبقى هو هنا بيتكلم عن إيه؟ ما هو بيتكلم عن جسده. فإذا قالوا إن الكلام ده العبارة دي تعني الرمز، يبقى معناها إن جسد المسيح اللي اتصلب لا يفيد شيئا. حاشا طبعا. ده الرد على الموضوع ده. ويبقى بالضرورة ان الروح والجسد هنا المقصود بيهم الخاصين بالشخص اللي بيستقبل الكلام.